إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة كريم تيفي. في هذا اللقاء هذا غنحاولوا نناقشوا فيه شوية ديال يعني شي ملاحظات، نديروا ملاحظات على ذاك الرجل اللي قلنا مثير للجدل، ذاك الشخص اليمني اللي هو أسعد الشرعي، ذاك اليمني اللي لاجئ في بريطانيا، كيقوم بالزيارة للمغرب في هذا الأسبوع هذا ولا هذه الأيام هذه. جا في زيارة زيارة سياحية، من بعد ما كان عنده مواقف في المواقع، في سميتو في يعني هذا في المواقع الاجتماعية، خرج دابا للواقع وجا للمغرب. يعني من قبل كان عنده يعني موقف من الناحية ديال المغرب والسلطات ديال المغرب، دابا جاي يتأكد من بعد ما كان عنده يعني بزاف ديال التأويلات والافكار اللي كانوا كيقولوا له الا مشيتي للمغرب غتعتقل. جا للمغرب وهو يعني في الضيافه ديال المغاربه، وفي المغرب كيتسارى تسارى الشمال كله، يعني من اللي بداها من مراكش طنجة تطوان ودار من ثم يرجع الرباط، ومشى دابا راه في المنطقه الجنوبيه يعني في الصحراء المغربيه، وراه حتى هو دابا محتفل معنا بالذكرى 47 ديال المسيرة الخضراء. السيد هو كنا كنتسناو انه حتى يرجع للمقام ديالو في بريطانيا، عاد ربما غادي يدلي بالتصريحات ديالو وعاد يعطي الانطباعات ديالو على هادشي اللي عاشو في المغرب. كنا كنقولوا يعني انه يغير يعني المواقف ديالو ويغير الافكار ديالو تجاه المغرب والمغاربه، بينما هو باقي هنا في المغرب كل شيء غيروا، المفاهيم ديالو كلها تغيرت. هو دابا في التصريحات ديالو غير في هاد اليومين الاخيرين، وبالخصوص هذا اليوم هذا في مدينه العيون المغربيه في الاقاليم الصحراويه المغربيه، هو كيعطي هاد التصريحات ديالو، بدا كيدلي بهاد الشهادات ديالو، يعني انبهر بالمغرب. وهادشي اللي كان كيسمع قال لك ما كنتش كنتوقع ان المغرب غادي يكون هكذا، ولا هاد الصحراء هادي غادي تكون بحال هكذا. يعني تفاجأ، قال لك كيفاش كان المغرب يعني من 75 من المسيرة، من الذكرى ديال المسيرة الخضراء، وهو كان في عراك على هاد الصحراء، يعني كيقاوم على جهتين، جهة كان فيها نزاع والجهة الثانية وهو ديال التنمية والبناء. يعني تفاجأ مدينة العيون، يعني ما شاء الله، يعني كما كنفتخروا بها حنايا، حتى هو صافي راه يعني لا هو لا ديك المجموعة اللي مع ديال الأصدقاء ديالو اللي كيواكبوه في هذه الرحلة السياحية للمغرب، كلهم انبهروا لا من السكان. وقال هو يعني الشهادات، عطى شهادات كثيرة، الشهادة ديال أنه داك اللي كان ديك الأفكار اللي كان عنده من بعيد ماشي هي اللي عنده دابا على أرض الواقع، لا من ناحية ديال التعامل ديالو مع السكان المغاربة ولا هادي. عاد قال لك هو كيتلاقى بالمواطنين، عرف دابا شكون هما الصحراويين الأصليين ديال المغرب، كيتلاقاهم، قال لك كيهضروا معاه وكيتسالم معاهم مباشرة في سميتو في العيون أرض الواقع. يعني عاد قال لك انا عرفت شكون هما هاد الصحراويين وشكون هما هاد المغاربه وشكون اللي ممكن غادي يكونوا هاد البوليزاريو او داك الناس الاخرين، داك الصحراويين اللي كيقولوا في هاد الانفصاليين. هو ملي شاف العيون وهاد المنطقه الصحراويه كيفاش دايره بالتنميه والعيش الكريم ديال داك السكان وهذا، قال لك هادو هما الصحراويين. شكون اللي هاد الناس اللي هما في المخيمات شكون اللي غادي يكونوا؟ قال لك ماشي صحراويين اللي هما الا كان شي صحراوي تما ما هو الا محتجز، ما يمكنش غيخلي ديك الحياه الكريمه ويخلي هذه الحياه يعني تبارك الله، يخلي هذه النعمه وهذه الجنه هذه في هذه الصحراء، يعني بدايه من المنطقه ديال العيون وما جاورها، وغادي يمشي هو هذه المخيمات. قال لك يعني الناس اللي هما في المخيمات اللي هما الا كانوا صحراويين راه محتجزين تما، يعني راه مرغمين على البقاء تمايا. هذه الشهاده الثانيه. الشهاده الثالثه قال لك اودي
يعني غير داك النشيد ديال هاد المسيره الخضراء ديال صوت الحسني نادي بلسانك يا صحراء، قال لك سمعته في الرباط، سمعوه في المناطق الشماليه وكيسمعوه دابا تما. قال لك ما كانش كيفهم، كيسمع الموسيقى ما كانش فاهم الكلمات، كيسمع اللحن. ملي قرا الكلمات وفهم هذا، قال لك كتشدو تا هو بالتعبير ديالنا حنا التبوريشه، يعني الجسد ديالو كيتبورج. وفعلا يعني هنا كنعرفوه، انا بالنسبه لي كنحس به انه حس ديك الاحساس اللي كنحسوا به حنا، لان حنا المغاربه اللي مزروع في الذات ديالنا ومشينا مع الدم ديالنا هاد الناشد هدايا، هاد الاغنيه هادي اللي تتمجد المسيره الخضراء، الذكرى ديال المسيره الخضراء، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء. يعني فعلا شكون اللي غادي يسمع هاد الموسيقى ولا هاد اللحن ديال هاد الاغنيه وما كتبورسلوش لحمو؟ حنا معروفه داخله عندنا في الدم ديالنا. وراه حتى هو قالها، قال ماشي غير تاريخ، بل شي حاجه اللي هي دخلت يعني في الوجدان، ويعني وكان صريح في التعبير هذا، يعني وصل انه بالنسبه لي انا كنقول راه ولا مغربي. كاين ملاحظه اخرى، يعني شهاده اخرى عطاها، كان في حوار مع الدكتور منار السليمي وداك صحابو، ومنار السليمي وصاه قال ليه ودي انا من عندي على داك الشخص داك المضحك اللي معاه، داك الدرويش داك حمو، قال لي فوقاش ما بغى يجينا هنايا المغرب يجي على حسابي مرحبا به. يعني على داك حمو قال لي فوقاش ما بغى يجي يزور المغرب يجينا عندي مرحبا به. انا يعني الدكتور منار السليمي كيرحب به، يعني هو يتكلف به. الاخر قال لي هذا هذا اسعد الشرعي اش قال لي؟ قال لي راه ما بقيتش كنفكر غير انا غادي نجيو في زياره ولا هذه، قال لي راه كنفكر في الاقامه. يعني هو باغي يقيم هنا في المغرب صافي، بدل يعني الافكار ديالو كلها، ديك الافكار اللي كانت عنده قبل كلها تلاشات، يعني المفاهيم ديالو كلها تغيرت، وان السيد وقف على الحقيقه، والحقيقه اللي ما كانش كيعرفها هو كان غا عن بعد. داك الشيء اللي كان، داك التحذيرات اللي كانوا كيعطيوها من برا وهذا كان في الخارج، الا مشيت للمغرب غيشدوك، غادي تشاد، غادي تعتقل كذا، هذه ها هي بانت الحقيقه ديالها. علاش كانوا كيقولوا لك باش ما يجيش للمغرب يشوف الحقيقه وهو مباهر، يعني الانسان مندهش. السيد راه عرفتي، وراه حنا كنشوفوه ما كيساليش من الضحك، يعني واحد الانشراح ما يتصورش اللي كنشوفوه كيفاش كيحس به، وهو كيتسلم، يعني كيسلموا عليه المغاربه، المواطنين عاديين كل شيء كيعرفوا، الناس غاديين في الطاكسي ولا في الحافله ولا على رجليهم ولا بالدراجات الناريه، كل شيء ولا كيعرفوا، كل شيء كيتسالم معاه، كيرحبوا به. هذا يعني السيد يعني تاثر بزاف لواحد الدرجه كبيره، وبزاف ديال الشهادات، وكيهضر على هاد الشخصيات. قال لك كيفاش والي ديال العيون، والي ديال المنطقه كلها، قال لك وتلاقاه كيسلم عليه كيرحب به عادي، انه كانه ماشي مسؤول، يعني ما كاينش حتى شي حرج ولا شي سد بينه وبينه ولا شي حاجه ويسلم عليه. يعني من الشخصيات كلها، قال لك الشخصيات ديال الدوله ولا حاجز بينه وبينهم، يعني ولا حتى مع الناس مع السكان. يعني هاد الحوايج هذه كلها هو عاشها. من هنا كنقول انا هاد الشيء هذا كله يعني راه في صالحنا حنايا، وفي صالح القضيه الوطنيه ديالنا اللي هي القضيه الاولى، وعاد في صالحنا حنايا مزيان يهدر علينا حنا، لان حتى حنا ما عندناش قنوات اللي تدعطي يعني هاد الصور بحال هادو للخارج، بالخصوص الجاليه العربيه. لهذا هاد السيد هذا مفيد لينا حنا، لان كنسمعوا بزاف ديال الاصوات. علاش؟ وهو كان خائن، هو ماشي مش شغلنا فيه، راه يمني، راه رجل بعيد علينا، ماشي معنا، ماشي مغربي، ولكن ها هو وصلنا على الشهادات ديالو، وصلنا على هاد التعامل ديالنا حنايا والترحاب وكرم الضيافه، يعني لا من الاكل ولا من كلش. السيد مباهر بالمغرب، كان غادي يدوز سيمانه ولا في 2 سيمانات
ولا كيقلب غيزيد يعني وباقي ما تساراش المدن كامله. والشهاده الكبرى اللي زاد عليها هو قال لك كنتنقل من مدينه كنقول هذه هي الجميله، كيمشي مدينه اخرى قال لك كنلقاها اجمل. كيمشي من يعني الحومات الحارات او الشوارع كيقول هذا الشارع كيقول زوين، هذه المنطقه زوينه، كيمشي يتنقل لجهه اخرى كيلقاها اجمل. يعني السيد انبهر واحد الانبهار كبير بالمغرب، وهذا افتخار لينا حنايا والحمد لله. والمغرب حنا عارفين راسنا بعضياتنا، المغاربه عارفين راسنا، يعني هذاك هو الطبع ديالنا وحنا هكا. ودائما الله الوطن الملك، والصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وحتى هنا اخوان اللي كنطلب منكم كالقاعده كما العاده وهو دعمونا باللايك والبارطاج وابوني، وكنشكركم بزاف. وحتى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.